سمعوا لي تقرميشه تاع الفوق. السلام عليكم. وقلت انا هو القراني اللي درت هذه التحليه تاع الكرانشي كيك بواحد الكريمه تخدموها غير في الاشوار ولا بالميكسور كيما حبيتو وبطريقه مختلفه شويه، يجي بزاف بنين ساهل ماهل وبنتو كالعاده الهبال تاع درينا. الحاجه الاولى اللي نديروها نبداو بالكريمه. في الاشوار تاعي الكبير هذا درت 100 غرام تاع الفلون بطل كبيره، زدت معاهم كاس ونص تاع بودره الشونتيي، الكاس تاعي يحمل 250 مليلتر، وزدت معاهم 3 بايط تاع فروماج ريجيم لازم يكون بارد مليح. وهنا نجي ندير كاس ونص تاع الحليب كيف لازم يكون بارد مليح. نغلق على الاشوار ونحطو يترحى مليح حتى يولي لنا كريمي وقوامه ثابت. هاد العمليه تقدروا ديروها بالميكسور، برك طولوا شويه وانتم تخلطوا فيه واحد الخمس دقائق هكذاك. كيما راكم شوفوا القوام تاعو كشي يولي كريمي وهايل. هاد الكريمه تقدروا ديروا بها عده تحليات. نروحوا للبسكوي. انا حنستخدم كالعاده سبيكيلوز من عند بيفا، رايح يوالم بزاف هاد التحليه. حكمت 2 باكي هنا كنت فتحتهم. نروح نجيب القهوه اللي كنت طيبتها من قبل، ولا ديروا قهوه سريع الذوبان. انا حنستخدم هاد القوالب. ندير الطبقه الاولى تاع البسكوي اللي كنت شمختو في القهوه، بعدها نروحوا نديروا الطبقه تاع الكريمه. شوفوا هاد الكريمه بزاف بنينه لازم تجربوها. درت طبقه تاع الكريمه هنايا ونزيد طبقه واحده اخرى تاع البسكوي. شوفوا انا درت 3 طبقات تاع البسكوي و3 طبقات تاع الكريمه، وفي الاخر كيما شفتوا نليسيها مليح بالفوق بهذه الطريقه وندخلها تبرد شويه في الفريجيدار تحكم روحها. ما بين نروحوا نخدموا الكرانشي اللي يجي من الفوق اللي نسحقوا فيه لافيتين. ناخذ كميه منها ونضيف لها شوكولا اتارتيني. اذا كانت حكمه روحها بزاف شوكولا اتارتيني تاعكم دخلوها الميكرووند تطلق روحها وضيفوها للكرانشي. نخلطوا كلش مليح بهذيك الطريقه ونروح نجيب هذوك القوالب اللي درت فيهم الكريمه مع البسكوي وندير طبقه من الفوق بهذه الطريقه بهذاك الكرانشي اللي كنا خدمناه وتقدموه بصحتكم.